بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أنا سعيد جمال. من فترة نزلت فيديو عن قانون الجذب. ليه قانون الجذب بقى مهم لبعض الناس والناس بيستخدموه ازاي وايه المشاكل اللي حصلت فيه وازاي بعض المستغلين بقوا يضحكوا على الناس من خلاله. وهسيب لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت عشان لو حابب ترجع للفيديو تاني. لكن اللي حصل النهارده ان في حد بعت لي رابط فيديو طلب مني اني ارد، فرديت عليه. فلما رديت عليه قلت له رايي، طلب ان انا اعمله فيديو احسن من ان انا اقول له رايي وخلاص. طيب ايه اللي حصل بالظبط؟ بص يا سيدي، اللي حصل بالظبط ان في فيديو لشخصيه ما بيتكلم فيه عن ان الشخص يعمل تدريب معين. اي تدريب، في تدريبات ممكن تخليك حضرتك بمجرد ما تعملها خلال اسبوع مثلا ممكن يكون عندك شقه، ممكن خلال اسبوع ممكن يكون عندك عربيه، خلال اسبوع ممكن يكون عندك مليون جنيه. الفكره كلها ان تدريبات. طيب، وطبعا الشخص ده بيعمل استشارات او الشخصيات دي، لان في ناس كتير بتعمل كده، بتعملوا استشارات والاستشارات دي بمبالغ كبيره جدا عشان يديك سر التدريب. طبعا الفيديو ما فيهوش تدريبات ولا فيه اي حاجه، ولكن هو الفيديو عباره عن تحفيز عشان الناس تتصل من خلال الارقام الموجوده وتاخد الوصفه السحريه اللي ممكن تجيب مليون جنيه او ممكن تجيب شقه او ممكن تجيب عربيه، وبعد كده تطبقها على نفسك. كم حد عمل التكنيكات دي واستفاد منها؟ تقريبا ما فيش حد استفاد من التكنيكات دي غير الشخص صاحب الفيديوهات نفسها. طب يعني ايه؟ خليني اقول لك. لما انا اعمل فيديو واقول لك ان انا عندي تدريب رائع هخليك من خلاله تحصل على مليون جنيه او عربيه او شقه، وانت تتابع الفيديو للاخر عندك فضول تعرف ايه هو التدريب ده، وكمان عايز تطبقه عشان تاخد الشقه. انا عايز اخد الشقه بقى يا معلم، ايه مشكله يعني ما اخد الشقه زي ناس كتير. فانت لما يكون عندك القابليه ان انت تعمل كده فهتشوف الفيديو للاخر. الفكره بقى ان كام واحد شاف الفيديو. حضرتك بمجرد شفت الفيديو عملت مشاهده، الفيديو ممكن يكون عامل مشاهدات كتير. يعني تقريبا الفيديو اللي بعت لي كان فيه حوالي ما يقرب مثلا من نص مليون مشاهده. نص مليون مشاهده مثلا لو في التيك توك او في اليوتيوب بتاع، فبيعملوا مبالغ كويسه بالنسبه للناس دي، فبالتالي هو بيجي له فلوس وبالتالي بيجي له ربح، وهو ده الربح اللي خده، اللي هو حضرتك اتفرجت على الفيديو وخليته يدخل له فلوس من مجرد ان هو ضحك عليك او نصب عليك. فده ما نسموهوش قانون الجذب، ده بنسميه قانون الكذب او النصب ايا كان المسمى. فما فيش حاجه اسمها ان انا حد يقول لي اعمل تمرين معين يجيب لك مليون جنيه. الشخصيه دي كانت بتقول في الفيديو ان التمرين ده ناجح جدا وبيعمل شغل كويس جدا معاه. طيب حضرتك كشخص عملت التمرين وقدرت يكون معاك فلوس، جالك فلوس كتير وبيجي لك فلوس وما زال، طب اعمل حاجه صغيره. حضرتك طلع لله من الفلوس اللي بتجيلك من قانون الجذب واللي انت بتعرف تعملها وغيرك ما عرفش يعملها، طلع جوز، ساعد واحده عايزه تتجوز، ولا ساعد شاب عايز يتجوز، ولا ساعد مسكين، ولا شهر عايز يعمل عمليه، ولا ساعد حد محتاج. يعني بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تنصبوا، كفايه اللي انت نصبته. يعني في ناس كتير قوي مدربين كانوا تحت الارض بقوا في سابع سما وبقت الناس تجري وراهم بالاسم واكاديميات مشهوره جدا كلهم اترفعوا بفكر قانون الجذب، والوحيد اللي مستفاد هو الشخص ده. عامل زي فكره التسويق الشبكي. لما ظهر التسويق الشبكي كانوا بيضحكوا على الناس وان انت لو جبت 4 تاخد مش عارف كام والكلام ده كله. عايز اقول لكم ان الوحيد المستفيد هم مؤسسين الشركه، بعد كده كل الناس في تحت الاقدام، مفيش حاجه اسمها كده. والتسويق الشبكي اذا كان اللي اخترع التسويق الشبكي نفسه انتحر لانه مديون، يعني انتحر لانه عرف انها فكره فاشله. نفس الفكره كده بتاع قانون الجذب. انا بقول للبنت اللي عايزه تتجوز بعشمها ان انت لو جيتي عندي خدت سيشن وهيجي لك العريس اللي انت عايزاه ومن غير ما تتحرك، وانت يا عم تعمل تدريب معين تاخد مليون جنيه برضه وانت قاعد في بيتك مفيش اي حاجه تعملها ولا تعرف. وطبيعه النفس البشريه بقى ان انا مش عايز اشتغل، انا مش عايز اتعب، انا عايز كل حاجه تجيلي وانا قاعد مكاني، وده اللي هي بيحصل في الطبيعه البشريه. فمفيش حاجه اسمها ان انت حضرتك تكون قاعد كده وتقول انا عايز اعمل تمرين معين يجيب لي مليون جنيه، عايز اعمل تمرين معين يجيب لي عربيه، عايز اعمل تمرين معين يجيب لي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فحضرتك اسعى واشتغل، اسعى واعمل اي حاجه. طيب تاني نقول ايه بقى الفكره في قانون الجذب؟ يعني ايه قانون الجذب اصلا؟ يعني قانون الجذب ده بيجي ازاي او بيحصل ازاي؟ خليني اقول لك بمنتهى البساطه ان قانون الجذب حاله عقليه موجوده من 21 حاله موجوده في العقل، يعني بيعتمد عليهم العقل اللاواعي. فقانون الجذب الفكره كلها بمعنى ان انا مثلا لو قاعد كده فقررت ان انا اشتغل مثلا في اي حاجه، يعني قررت ان انا مثلا بلاش اشتغل، قررت ان انا نفسي اشتري موبايل جديد. فكونك فكرت في نوع الموبايل وبدات تشتغل وبدات تجيب فلوس، فانت عقلك بياخدك ان انت تحاول تتصرف باي طريقه عشان تجيب الموبايل اللي انت عايز تشتريه. لو انت عندك هدف ان انت تشتري عربيه
ولقيت نفسك مصر ان انت تشتريه، هتلاقي نفسك بتروح في اتجاهات غريبه كده، تروح تشتغل اي حاجه، تروح تحوش فلوس، تروح تجيب فلوس، تقلب الدنيا تحت الارض لغايه ما تلاقي هدفك وتشتري العربيه اللي انت عايزها. هو ده يا سيدي قانون الجذب بمنتهى البساطه. هو الفكره كلها ان هو بيخليك تروح تعمل الحاجه اللي انت المستحيله بالنسبه لك عشان تقدر تعمل تحقق احلامك، تحقق اللي انت بتعمله. وبرضه في حاجات كده ان هي استبشروا بالخير، يعني لو انا استبشرت بحاجه خير هلاقيها، شر هلاقيها. ده في حاجه في البرمجه بيسموها معنى الاتصال، النتيجه هو النتيجه اللي تحصل عليها. يعني ان انت لو فكرت في حاجه حلوه هتجيلك، وحشه هتجيلك، وده بيسموه قانون الجذب. طب ما في قانون اسمه قانون التوقع من قوانين العقل اللاواعي. اشمعنى ما فيش حد بيعمل حاجه اسمها قانون التوقع؟ يعني ايه؟ يعني انا لو انا توقعت ان انا هيجي لي حاجه كويسه هتجيلي، وخصوصا بعد ظهور كتاب ذا سيكريت اللي بيتكلم فيه عن نجاحات اللي عملها الناس، لكن الناس اغفلت الكتاب. اقرا الكتاب هتلاقي ان الكتاب بيتكلم عن الناس دي سعت واشتغلت. الناس دي مش هتلاقي واحد في الناس اللي ذكروا في الكتاب كان قاعد في بيته وفجاه بوب بقى مليونير. ده الناس دي كانوا معاهم فلوس، وقعوا وقعه سودا، فجاه اشتغلوا قاموا تاني. كل الحكايه كده. ادي كل الكتاب كله اختصار ان الناس دي كلهم وقعوا بعد نجاح وبعد كده رجعوا تاني للحياه وبقى عندهم هدف واهداف تانية عشان ينجحوا. فخليني اقول لك على حاجه، ما تصدقش اي حد يضحك عليك ويقول لك انا هديك تمرين واتصل بيا وعشان التمرين ده هيخليك يبقى هو السر. كان نافع نفسه، هو ممكن نافع نفسه من خلال الفيديوهات والميديا والكلام ده كله، ويكون عنده متابعين وعنده فولور والكلام الغريب ده، لكن هو ما نفعش نفسه بان هو يقدر يجذب ليه. يعني هتلاقي الناس دي عندهم بلاوي منيله. وانا في المجال ده وبقول لك، وانا واحد من احسن الناس والحمد لله سبحانه وتعالى، من احسن الناس في مجال الطاقه، من احسن الناس في مجالي، واسمي الحمد لله بيرعب ناس كتير، لان من الاخر ما بحبش اللف والدوران. انا شغال في الطب التكميلي ومجال الطاقه ومجال علم النفس والمجال الان ال بي والحاجات دي كلها، وعارف ان انا بقول لك ايه، وعارف الناس دي بيعملوا الالعاب ازاي. فركز بالله عليك في الشغل، فكر وحاول تجذب الهدف ليك اللي انت عايزه، لكن في نفس الوقت اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك وانجح. ومش عباره عن تحفيز، مش لاقي حد يقول لك انت لازم تنجح عشان انت ناجح وانت شاطر، لا، انجح عشان انت لازم تنجح، عشان ربنا وخلقك في الحياه لك هدف ولك رساله تعملها. بعد ما تعملها كلها ليها غايه، والغايه ربنا سبحانه وتعالى. قريب قوي هيكون برضه هكمل السلسله بتاعت قانون الجذب. لو في حد سالني على حاجه تانية وهبلغكم بيها، وهتلاقوها على الصفحه وتبقى قاعد القناه واليوتيوب. فلو انت مش موجود على القناه بتاعتي يا ريت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك اول اي حاجه تعملها، وفي نفس الوقت خليني بقى ايه، اعمل زي الناس بتوع قانون الجذب، صح ولا ايه؟ خليني اعمل زيهم كده ويجي لي سبسكرايب ويجي لي ناس ويجي لي فيوهات كده ويكون معايا فلوس، وساعتها صراحه مش هعبرك، ما هو حقيقه. يا رب يكون كلامي منطقي، ورب يكون عجبكم، ويا رب يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون جعلنا سبب ان احنا نعلم الناس حاجه مفيده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.